النهاردة 15 ديسمبر، باقي من الزمن 15 يوم. انفراد بأول رد فعل من مجلس إدارة نادي الزمالك بعد السقوط الخيبان أمام المصري البورسعيدي. التهريج اللي بيحصل من عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك مش هيتكرر تاني، والكابتن حسين لبيب محمد صبحي يتوسل إليه من أجل العفو والسماح، وأحمد فتوح يطلب الاعتذار، ولكن الكابتن حسين لبيب قلبه قاسي. قصة الحديث اللي دار بين ثنائي مجلس الإدارة واللي تبنوا فكرة عودة الثلاثي المغضوب عليهم ورد فعل رئيس الزمالك. لازم صفقات ولازم مدير فني أجنبي، وهذه هي الحلول لخروج الزمالك من النفق المظلم من بدايته. لايك وشير في كل مكان، لأن هذا الفيديو مهم جدا انه يوصل لكل زملكاوي. ان شاء الله الفيديو ده يوصل ل 5000 لايك زملكاوي و1000 تعليق زملكاوي، لان الفيديو ده انا هاخده وهاخد اراء حضراتكم اللي في الكومنتات اوصلها للاداره، اقول لهم بصوا وشوفوا جمهور الزمالك وضعه ايه وحاله ايه. لايك وشير في كل مكان، ولو سيادتك بتشوفني لأول مرة دوس كلمة متابعة الآن. يلا ننزل بالبرومو وندخل في التفاصيل على طول. الزمالك بعد 8 مباريات في بطولة دوري نايل بيسقط للمرة الثالثة ويخسر أمام المصري البورسعيدي في مباراة العك والعبث الكروي، والتي كانت بطلها محمد طارق. الزمالك بيخسر أمام المصري البورسعيدي في مباراة شهدت انخفاض المستوى البدني والفني لعدد من نجوم نادي الزمالك وتغييرات وتعديلات في تشكيل فرقة نادي الزمالك. ونسيبنا من المباراة ونسيبنا من الهزيمة ونسيبنا من الأداء، وتعالوا نتكلم في حاجة مهمة جدا يا جمهور الزمالك. الزمالك النادي الكبير، الكيان الكبير في المركز ال11. الزمالك بعد 8 ماتشات بيخسر 3 مباريات. الزمالك بعد 8 ماتشات في بطولة الدوري بيتعادل ماتشين. الزمالك من 8 ماتشات بيكسب بس 3 مباريات. الزمالك بيسقط وبيفقد عدد وكم كبير من النقاط، واحنا لسه بنقول يا هادي في بطولة الدوري. قلنا وحذرنا ونبهنا ان فرقة الزمالك الحالية لما بتلعب ولما بتأدي ولما بتكسب مباريات ضعيفة زي مباراة سوار الغيني برباعية، فده فريق ضعيف. الزمالك لما كان بيكسب في بطولات كأس الكونفدرالية ومباريات الكونفدرالية كان بيكسب بفضل جمهوره. لما الزمالك كسب زجرادة قلت البطل هو الجمهور. لما كسب سوار الغيني قلت البطل هو الجمهور. لما كسب مودرن فيوتشر الغائب عن مستواه قلت البطل هو الجمهور. ولكن الجمهور مش هو كل حاجة في منظومة كرة القدم. خدعوك فقالوا لك ان الزمالك يقدر يكمل ويقدر ينافس بهذا الفريق وبهذه الامكانيات المتواضعه. خدعوك فقالوا لك ان الكابتن معتمد جمال هيكمل لنهايه الموسم، وده بالفعل هو الانفراد اللي قلناه من مجلس اداره نادي الزمالك اللي استقر على ان الكابتن معتمد جمال. انا قلت ان الكابتن معتمد جمال مظلوم وسيظلم وظلم. ظلم لأنه قبل المهمة في وقت صعب، سيظلم لأنه هيشتغل مع فريق ضعيف جدا في الاختيارات. عندك مراكز ناقصة، فرقة نادي الزمالك والاسكواد ما فيهوش اللاعب رقم 8، قطاع الناشئين كامل مش قادر يخرج لك لاعب رقم 8. فرقة نادي الزمالك مش هتقدر تكمل بالموسم الحالي بنفس اللعيبة دي. في لعيبة لا تستحق ارتداء التيشيرت الأبيض. كابتن معتمد جمال بيحاول يعمل من الفسيخ شربات، ولكن أين الوعود والقرارات ما قبل الانتخابات؟ حضراتكم يا أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك قلتم في أحاديث مع السادة الصحفيين الزملاء ومعي إن عندكم خطة وعندكم حل فوري لمشكلة القيد، وإنك أنتوا هتجيبوا صفقات وتجددوا الفتوح والحكاية والرواية. لما اتكلمت مع الناس
من فترة قريبة جدا، تعتبر من ساعات قليلة، قلت لحضراتكم للأسف الاتجاه الحالي هو عدم حل أزمة القيد، لأن الزمالك ما فيهوش 120 مليون جنيه. قلت لكم إن المبلغ المتبقي من صندوق دعم رجال أعمال الزملكاوية في مبلغ لا يذكر 250 ألف جنيه. قلت لكم إن الزمالك بيحاول يشتغل على حل واحد بس ملوش تاني، وهو التقسيط. وقلت لحضراتكم ان سبورتنج لشبونه رافض قصه التقسيط، فبالتالي مفيش حل. النو واي. الزمالك اتقالت لي من احد اعضاء مجلس الاداره، قال لي نو واي نجيب 120 مليون جنيه، الوضع صعب، احنا بنحاول نوفر مداخيل لفرقه نادي الزمالك. لكن انا بقول النهارده 15 ديسمبر، باقي من الزمن 15 يوم، الزمالك لازم يفك القيد، الزمالك لازم يجيب مدير فني اجنبي حالا، الزمالك لازم يجيب لعيبه، الزمالك لازم يسرح لعيبه. جمهور الزمالك مش هيستحمل مزيد من الاخفاقات. ده احنا بعد 8 ماتشات يا جماعه الزمالك في المركز ال11. يا جماعه اتقوا ربنا في جمهور الزمالك، لازم حل فوري. هتقول لي الحل يتعمل ازاي؟ طب يعملوا ايه؟ ما كانوش وعدوا، ما كانوش قالوا، ما كانوش عايشين الجمهور، ما كانوش بيتكلموا او اتكلموا مع صفقات. بتتكلم بناء على ايه؟ مع ان في عدد من اعضاء مجلس الاداره عضو واحد الكابتن احمد سليمان اللي بيطلع كل يومين او يومين في الاسبوع بيدي مرهم ومسكن لجمهور نادي الزمالك. مشكلة كده هنحلها، صفقات هنحلها، رمضان صبحي هنجيبه، وبيطلع يفخم ويضخم. لكن على ارض الواقع الزمالك في ازمة، على ارض الواقع الزمالك بيعاني، على ارض الواقع في ناس بتطلع تضحك على جمهور نادي الزمالك. رد فعل مجلس ادارة نادي الزمالك، انا عارف ان بعد المباراة المقبلة لو حصل نتائج سلبيه هيكون في خصومات على فرقه الكوره. هل هيتم الخصم بعد الهزيمه من المصري البورسعيدي؟ لا، مش هيتم الخصم لسه. بعد مباراه سجراده القادمه لو كانت هذه المباراه فيها نتيجه سلبيه هيتم الخصم. في بعض من اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك لديهم حالة من الاستياء والغضب من تعامل الكابتن أحمد سليمان مع ملف كرة القدم، وشايفين ان الكابتن احمد سليمان نفسه مش مركز في ملف كرة القدم، وشايفين ان الكابتن احمد سليمان نفسه ظهوره الاعلامي مضر بمصلحة فريق كرة القدم. وقلت لحضراتكم ان مجلس ادارة نادي الزمالك وناس كتير في مجلس الادارة اتكلموا مع الكابتن احمد سليمان لمشكلة الظهور الاعلامي، لمشكلة انه بيطلع يرد على الناس، لمشكلة انه بيتخانق، لمشكلة البوست اللي عمله هجوم على مرتضى منصور. والراجل قال انا مكمل وده شغلي وده شرط جزائي وانا مش هسيب القناه. قالوا له ما تتكلمش عن الزمالك، بعدها بيوم طلع واتكلم مع الاستاذ منيب عبد الهادي عن الزمالك. ما راي جمهور الزمالك فيما يحدث الان وتعامل الكابتن احمد سليمان؟ زي ما بنطلع في الانتصارات بنشيد وبنحيي وبنقول مبروك، لازم نطلع في الاخفاقات ندق ناقوس الخطر وننبه الناس ونقول لهم خدوا بالكم الزمالك داخل على كارثه. الزمالك لو استمر بالشواهد باللعيبه، الزمالك قايم على 3-4 لعيبه والباقي لا يصلح، والباقي لا يصلح. الجمهور هو اللي بيزق، هو اللي بيحرك. يلا يا ابني، الجمهور لو في صخر موجود في الملعب هيحركه ويخليه يجيب اجوان ويخليه يكسب، لكن مش كل حاجه جمهور نادي الزمالك. الفرقه دي لازم صفقات، الفرقه دي بدون صفقات مفيش فرقه. وبقول لحضراتكم مفيش حتى تاهل للمباريات او البطولات الافريقيه في الموسم المقبل، لا هتتاهل لدوري ابطال ولا هتتاهل لكونفدراليه، وسنتك هتبقى سودة في الموسم الحالي. فلازم نشتغل ومحدش يقول لي اولويات، لان المجلس شغال على الاولويات. مفيش حل غير ارفع القيد، هات صفقات، دعم لعيبتك، مشي من لا يستحق التواجد في نادي الزمالك، حل كل الازمات. الجزء الثاني بنتكلم على قصه محمد صبحي. محمد صبحي توسل الى الكابتن حسين لبيب عن طريق وسيط، راح يتكلم مع الكابتن حسين لبيب، قال له محمد صبحي عاوز يكمل وعاوز يجدد، احمد فتوح عاوز يعتذر. 2 من اعضاء مجلس الاداره منهم الكابتن احمد سليمان وعضو اخر راحوا واتكلموا على الكابتن حسين لبيب، قالوا له اللعيبه عايزه تعتذر، اللعيبه عايزه تشارك، اللعيبه عايزه تجدد، اللعيبه عايزه ترجع تتكلم في المفاوضات بخصوص تجديد عقودهم. رد الكابتن حسين لبيب كان صادم. محمد فتوح، مصطفى الزناري، احمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري خارج الزمالك. هذا القرار هو قرار تربوي ولن اتنازل عنه مطلقا. احنا بنأسس قيم واخلاقيات وادبيات وسلوكيات جديده داخل القلعه البيضاء، ولو فتوح وصبحي يروحوا الاهلي
ما عنديش ادنى مشكله، الاهم هو التربويه داخل القلعه البيضاء. ده كان نص كلام الكابتن حسين لبيب للكابتن احمد سليمان واحد اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك. رايكم مهم في الكومنتات، وراي جمهور الزمالك مهم، واللايك مهم جدا. اكتب لي رايك في هزيمه الزمالك من المصري، رايك في اداء الزمالك، الزمالك يحتاج مدير فني اجنبي ولا لا، الزمالك محتاج صفقات ولا لا، والاهم من ده كله، هل توافق على عوده صبحي وفتوح وعز الناري ولا لا؟ شكرا، السلام عليكم.